أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا. خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي مات حزنا في مسايا. وصبحي مات حزنا في مسايا. بسلامتكم. الله الله، خليك وين رايح؟ شو هذا؟ ما هذا؟ الله، أنت شاعر عظيم، أنت رائع، أنت مدهش كما يقولون حقيقة أستاذي. معي أنت؟ نعم هذه شهادة. أنا نسيت أطلب منك تفتح لنا كاميرا، راحت علي. أولا، هل هذه المشاركة الأولى لك معنا في من الحب؟ نعم هذه أول مشاركة. حرام عليك، لماذا يا أخي؟ والله هذا من لطفك يا أستاذنا، هذه شهادة أعتز بها كثيرا. شوف، حقيقة أستاذي العزيز، أنا حاولت أن أسجل بعض يعني الشطور، ولكن أنت سرقتني مني ولم أستطع أن يعني أتخلى عن الإنصات الحذر، فتخليت. لكن كتبت أنا نجم حبيس في سمايا، أو أنا نجم حبيس في الليالي، وأكملت البيت. بكل الأحوال البيت يقول أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. ليس فقط اللغة، يعني ليس فقط، أنت لديك مهارة في اللعب بالمتضادات، وأنت تدرك وتعلم ذلك، وتلعب بها بطريقة ذكية أنيقة ليست مبتذلة، وتوظفها بشكل دقيق. أنا لا أجامل، أنا لا أعرف منذ متى تتابع فتاة النرد وتتابع المحتوى. عندما يقول بعضهم هذا النص لفلان، لا أكترث، أنا أكترث للنص، فلا أجامل. عزيزي، أنت شاعر رائع، أنا أتشرف جدا بهذه المشاركة، وستجد هذا المقطع منشورا باسمك على قناتي على يوتيوب. أنا أنشر المشاركات وأتشرف جدا، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة هي فقط الأولى وليست الأخيرة إن شاء الله.